لو انت ما تعرضتش للموقف اللي مضايقك النهارده ده، كنت هتتعرض له بكره، كنت هتتعرض له بعد سنه، كان زمانك اتعرضت له امبارح. المهم ان الموقف لو مكتوب لك فهتعيشه. فمفيش حاجة اسمها أنا ندمان على التجربة الفلانية، أو مفيش حاجة اسمها لو أنا ما كنتش عملت كذا ما كانش حصل كذا. لأ، لأن ربنا هو اللي خلاك تعمل ده عشان عايزك تتعرض لده. لو انت ما كنتش عملت ده كنت برضو هتتعرض لده، عشان هو مكتوب لك مش عشان انت عملت الحاجة دي. فكده كده كان هيحصل لك بأي طريقة حتى لو انت ما كنتش عملت الفعل ده. احنا بقى بنفتكر ان لو احنا ما عملناش ده ساعتها مش هيحصل لنا ده، بس دي معادلة غلط. يعني مثلا لو انت رحت مكان او مناسبة او فرح او اي حاجة، ولقيت ان الناس كلها رخمة وحصل لك مواقف محرجة وحصل لك حاجات ضايقتك، فرجعت تقول يا ريتني ما رحت، يعني ركزت في الفعل بتاعك ان لو انا ما كنتش رحت ما كنتش اتعرضت لكذا، ساعتها الندم هنا غلط. لان لو انت ما تعرضتش للموقف ده او للمواقف المحرجة دي النهاردة، كنت كده كده هتتعرض لها في اي وقت بعدين حتى لو بعد سنين، عشان هي مكتوبة لك مش عشان انت رحت المكان. الفكرة كلها مش فيك اصلا ولا في تصرفاتك انك عملت ايه عشان تتعرض لايه. الفكرة ان التجربة نفسها طالما مكتوبة لك فانت هتتعرض لها. فلو انت عايز تصلح من حاجة انت عملتها او من موقف انت عملته، ما تقولش كلمة يا ريتني في حاجة قديمة كانت اصلا مكتوبة لك انها تحصل، لكن تقدر تقول انا في الفترة اللي جاية او في حياتي عامة هخلي بالي عشان ما اتعرضش للتجربة الفلانية دي تاني.